The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. مونديال 2022 أهم تظاهرة عالمية على أرض عربية، بتصاميم خيالية لملاعب مجهزة بأحدث التقنيات، وعبر بناء جسور وشبكات مترو وتوسعة مطارات ومدن مستقبلية. إليك الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022 بقطر. ملعب ميناء الدوحة. يقع الملعب في شبه جزيرة اصطناعية في العاصمة الدوحة، ويتسع ل44 ألف متفرج، وسيتيح للمشجعين إمكانية الوصول إلى الملاعب من خلال التاكسي المائي أو العبارات التي سترسو عند واحدة من 9 محطات ممتدة في البحر على شكل مخالب. ملعب الريان، ويقع على بعد حوالي 20 كيلومتر غرب العاصمة القطرية الدوحة في منطقة الريان. استوحي التصميم من العمارة القطرية التراثية للمنطقة، ويتسع ل40 ألف متفرج. ملعب راس أبو عبود، ويتميز بتصميمه المبتكر والجريء، حيث سيتم بناؤه باستخدام حاويات الشحن البحري، بالإضافة لمواد قابلة للتفكيك تشمل الجدران والسقف والمقاعد، ويتسع ل40 ألف متفرج، ويقع جنوب شرق العاصمة القطرية. من المخطط أن يكون جاهزا بحلول نهاية عام 2020. ملعب المدينة التعليمية، والذي يأخذ شكل ماسة مسننة في وسط المدينة التعليمية، ويتسع ل45 ألف متفرج. ملعب الغرافة. تمت إعادة تصميم وتوسعة ملعب الغرافة الذي يقع في منطقة الريان ليستوعب 44 ألف متفرج، ويعتبر من أكثر المواقع الحافلة بالألوان الجميلة التي ستستضيف كأس العالم 2022، حيث تتألف واجهته من شرائط ملونة تمثل الدول المشاركة في البطولة. ملعب خليفة الدولي، ويعد القلب النابض للأحداث الرياضية التي تشهدها قطر. تأسس سنة 1976 في منطقة الريان، وخضع لعدة تحديثات، وافتتح الملعب الذي تبلغ سعته 40 ألف مقعد في نسخته الجديدة سنة 2017. ملعب جامعة قطر، وسيضم الملعب 43 ألف مقعد، وتم تصميم واجهته الخارجية بأنماط هندسية عربية تقليدية وزخارف مع مساحات مفتوحة، ويقع الملعب في أرض جامعة قطر العامة. ملعب المدينة الرياضية. استوحيت فكرة تصميم الملعب من خيام البدو التقليدية، حيث أن سقفه متحرك قابل للطي وعلى شكل خيمة قابلة للطي جزئيا، وسيضم الملعب 47 ألف مقعد. ملعب الشمال، ويقع على بعد 110 كيلومتر شمال الدوحة قرب قلعة الزبارة، وستبلغ سعته 45 ألف مقعد، وتعكس الواجهة البحرية تصميم الملعب المستوحى من المراكب الشراعية التقليدية المستخدمة في الخليج العربي. ملعب الوكرة، ويقع في مدينة الوكرة على بعد 18 كيلومتر من الدوحة، وتبلغ سعته 45 ألف متفرج، وهو جزء من مجمع رياضي أوسع يحتوي على وسط مائي كجزء من تصميمه المذهل، والذي يوحي بأنك في واحة من الصحراء. ملعب أم صلال، ويقع في مدينة أم صلال على بعد 29 كيلومتر شمال الدوحة،
وسيضم 45 ألف مقعد. التصميم هو ترجمة حديثة للعمارة العربية التقليدية على غرار شكل وألوان قلعة أم صلال محمد التاريخية. ملعب لوسيل هو أكبر ملاعب قطر المستضيفة لكأس العالم 2022، ويتسع ل86 ألف متفرج، ويقع في مدينة لوسيل، وسيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة. ملعب الخور أو ملعب البيت، ويتميز بقربه من شاطئ البحر، ويعكس تصميمه تراث سكان البادية، وقد صمم الشكل الخارجي له على غرار الخيمة، ويقع في مدينة الخور شمال الدوحة، ويتسع ل60 ألف متفرج. ما رأيك في إمكانية استضافة قطر لكأس العالم 2022؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد.